عرفته في حفل خطوبته الأولى، وبعدها بوقت قصير بقت هي مراته. كان بيغني أول ما شافها، ومن اللحظة دي اتحولت حياته 180 درجة، من فنان بيحب الانطلاق لزوج بيحكي كل أسراره لمراته اللي سيطرت على قلبه وعقله من غير ما تعلي صوتها. بس مين هي فيفيان عبد الملك، وإزاي دخلت حياة إدوارد وغيرت فيها كل حاجة؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. فيفيان عبد الملك واحدة من الشخصيات القليلة اللي رغم بعدها عن الأضواء إلا إن تأثيرها باين في حياة زوجها الفنان إدوارد. قصة حبهم بدأت بطريقة غريبة جدا. هي شافته لأول مرة في خطوبته الأولى، كانت مدعوة مع صحابها لحفل الخطوبة، وهناك شافته هو بيغني من غير ما تعرف إن ده هيبقى جوزها بعد فترة قصيرة. القدر جمعهم بعدها عن طريق زوج أختها اللي كان صديق مقرب لإدوارد، وقال لها وقتها هتتجوزي صديقي ده، وفعلا حصل. ومن وقتها بدأت قصة حب من نوع خاص جدا. فيفيان دايما بتقول إن اللي جذبها لإدوارد هو تحمله للمسؤولية من صغره، وإنه كان دايما شخص واضح تلقائي ومش بيحب يلبس أقنعة. اتجوزوا من أكتر من 23 سنة، والعلاقة بينهم لحد النهاردة قايمة على الصراحة التامة. إدوارد نفسه قال في لقاء مع عمرو الليثي: أنا بقول الحقيقة لمراتي بنسبة 95%، وهي عارفة عني كل حاجة. فيفيان من ناحيتها قالت إنها مسؤولة عن ميزانية البيت، لأن إدوارد مسرف جدا، ولو مسك الفلوس هيخلصها في يومين. في أغلب لقاءاتهم التلفزيونية بيظهروا مع بعض بهدوء وتفاهم. هي مش من النوع اللي بيحب الشهرة أو السوشيال ميديا، لكن كل ظهور ليها بيبقى ملفت جدا. وده اللي حصل مؤخرا في فرح ابن الفنان هاني رمزي، لما ظهرت بإطلالة شبابية خلت الناس يفتكروها بنته. ملامحها الهادية، ضحكتها وبساطتها خلتها حديث السوشيال ميديا لساعات. فيفيان عندها بنت واحدة اسمها ماريا، ورثت حب المزيكا من أبوها، وبتشارك أحيانا متابعينها على السوشيال ميديا بلقطات من حياتها. لكن رغم كده بتفضل الأم الهادية اللي بتحافظ على خصوصية بيتها بعيد عن الزحمة. هي كمان اعترفت ان اهم عيوب ادوارد عصبيته الشديده، وقالت في احد اللقاءات: مش رومانسي خالص، واول اكله اكلها مني كانت ساندوتش جبنه بالطماطم، لكنها في نفس الوقت وصفته بانه زوج مثالي مبهج في حياته زي ما هو مبهج في التمثيل. فيفيان عبد الملك ممكن نلخصها في كلمتين: قويه وهاديه. مش بتتكلم كتير، مش بتتصدر المشهد، لكن تاثيرها واضح في كل تفصيله في حياه جوزها. من ورا الكاميرا كان دايما السبب في توازنه ونجاحه، وده يمكن سر حب الناس للعيله دي، لانها طبيعيه وبعيده عن التمثيل حتى في حياتها الخاصه. يا ترى شايفين إن فيفيان تستحق تكون قدوة في دعمها لجوزها وإدارتها الهادية لبيتها، ولا شايفين إن الست اللي بتختار تبعد عن الأضواء بتفضل دايما الأقرب لقلب الناس؟ وفي النهاية قصة فيفيان وإدوارد بتأكد إن الحب الحقيقي مش دايما بيكون بالدوشة أو العروض الكبيرة، لكن بالأفعال الصغيرة اللي بتثبت إن في حد بيخاف عليك وبيفهمك من غير كلام. يمكن ناس كتير شافوا إن فيفيان بعيدة عن الكاميرات، لكن الحقيقة إنها البطلة الهادية في حياة فنان كلنا بنضحك على خفة ظله من غير ما نعرف إن وراه ست كانت السبب في إن ضحكته دي تفضل منورة طول السنين دي كلها.